الكاتب والمفكر الكبير إبراهيم عيسى فوطة الإمارات وفوطة الأمريكان، مؤسس مركز أو مؤسسة أو بلا أزرق اسمه تكوين لنشر الفكر الإلحادي. طلع امبارح في البرنامج اللي ملوش أي 30 لازمة بتاعه، بيخري علينا وبيقول لك انت عايز تلبس مراتك، عايز تلبس ستات في مصر طرحه، روح عيش في افغانستان. عايز تنشر الفكر الظلامي بتاع الاسلام، روح عيش في افغانستان. مالكش مكان في مصر. في محاوله بائسه منك بوصم ال 120 مليون مواطن مصري بما فيهم مسيحي مصر، مسلمين ومسيحيين، ان انت عشان تبقى مصري لازم تبقى بقرنين، لازم تبقى ديوس، ولازم ما تعرفش تحكم على لباسك ولا على اهل بيتك. بص يا حبيبي، احنا عارفين ان انت بتعاني من المشكله دي، وعارفين ان في مثل او مقوله قديمه جدا قالها اجدادنا: ودت الزانيه لو كل النساء زواني. وانت بما انك ابن زانيه، وبما انك اساسا مش عارف تحكم على لباس المدام في البيت ولا لباس بنتك في البيت، انت واخد بقى، انت مش عارف تحكم على لباستهم عشان تحكم ان هم يلبسوا طرحه ولا يتغطوا. فانت من هذا المبدأ الاصيل المتجذر في الشارع المصري والشعب المصري، انت حابب ان بما انك بقرنين، ان القرنين دولت يتركبوا لل 120 مليون مواطن مصري. لكن ده طبعا مش هيحصل. خسئت ورب الكعبه. المصريين لو عايزين بناتهم يلبسوا طرح، والبنات موافقين ويلبسوا طرح ويتغطوا من مبدأ الديمقراطية يا معرس اللي انت بتنادي بيها يا ابن الأحبة، يا اللي امك كانت بتبيع هوا لا امك وحشة قوي، لا ما ينفعش تبيع هوا، دي وحشة كمان زي ام السيسي، يخرب بيوتكم انتوا كلكم عاهات. المهم بص يا حبيبي، من مبدأ الحرية اللي انت بتنادي بيها، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، اللي عايز يتغطى يتغطى، اللي عايز يتعرى يتعرى. هو انت يا اخويا هتشتغل علينا بروح امك وصي؟ اللي عايز يتغطى يروح افغانستان، واللي عايز يشلح يقعد في مصر. ما تبطلوا بقى يا جماعه حولنا، بطلوا بالخاء، ها، بطل حولنا. وهبعت لك شويه براهات من هنا من بريطانيا، عنب بقى، فيكتوريا سيكريت، فاهم؟ هبعت لك. طبعا انت مقاسك طبعا مقاس 44، بشوف يعني في القمصان بتاعتك كده الصدر حاجه ما شاء الله تبارك الله، هرمونات الانوثه عندك زايده قوي. ما تتكلمش تاني وما تنظر لناش تاني مين يلبس ومين يقلع. روح انت احكم على لبست المدام في البيت ولبست بنتك يا عرس.